علامتها تقولك ان جوزك بيخطط ان هو هيسيبك وخايف من محكمة الأسرة. ده جوزك اللي ضربك كده يا سلمى؟ ايوه يا ست القاضي. ايوه. لو لقيتي جوزك بيعمل حاجة من الحاجات دي اعرفي انه بيخطط يسيبك، بس بيأمن نفسه من محكمة الأسرة. تعالي وانا اقولك ايه هي بقى الحاجات. اول حاجة تبدأي تقلقي منها لو جوزك عملها هو انه يطلب منك القايمة ان هو يشيلها عنده. حبيبي هي قايمتي انا، تشيلها انت عندك ليه؟ كده بقى الفار يلعب على طول. تاني حاجة، لو لقيتيه عنده شقة تمليك ومصمم تقعدي معاه في شقة إيجار، أو معاه حق التمليك بس مش راضي يتملك. مش عايز يعزل ليه بقى يا انكل؟ هو خايف لما تنفصلوا تاخدي الشقة ولا ايه؟ تالت حاجة، هتلاقيه مش مرسيكي على بر، هو بيقبض كام، معاه كام، محوش كام، ولا هيعرفك حاجة. رابع حاجة، مش كل الحاجات اللي بيملكها او اللي بيشتغل فيها باسمه، هتلاقي في شوية كده متسجلين باسم ماما شوية، بابا شوية، وباسم اخوه شوية. وانت زي الشاطرة لو لقيتي العلامات دي موجودة ابدأي ركزي وفكري هو ناوي على ايه. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.